بالتشاور والتنسيق الكامل مع السيد الرئيس محمود عباس، قرر مجلس الوزراء تأجيل إجراء انتخابات الهيئة المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة 4 أشهر، على أن يتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد. وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي حسين الأعرج باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين لجان لتسير الأعمال في المجالس المحلية، نظرا لاستقالة عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية بهدف الترشح للانتخابات. وقال مجلس الوزراء إن قراره هذا جاء التزاما من الحكومة بالمصلحة العليا لشعبنا ووحدته، وحرصا على تماسك بنيان مجتمعنا الفلسطيني ومستقبله بما يليق بتضحيات شعبنا وشهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل، أيضا انطلاقا من إيماننا بوحدة الوطن والأرض والشعب ودولتنا الفلسطينية الواحدة التي لا تقبل القسم والتقسيم، وعاصمتها القدس الشريف. فإن المجلس الوزراء يقرر وبالتشاور والتنسيق الكامل مع فخامة الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تأجيل إجراء الانتخابات للهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة 4 أشهر. يتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد. في موضوع آخر، تقدم رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مستهل جلسة المجلس التي عقدها في مدينة الخليل بأحر التهاني والتبريكات إلى أهلنا في محافظة الخليل لمناسبة قرار مجلس الحرف العالمي بإعلان مدينة الخليل مدينة حرفية عالمية للعام 2016 لتنضم إلى المدن الحرفية العربية والعالمية، معربا عن تقديره لوزارة السياحة والآثار والمحافظة وبلدية الخليل ولكل من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن هذا الإنجاز التاريخي لفلسطين ولمحافظة الخليل الذي نحتفل به اليوم هو خير رد على المخططات الإسرائيلية. كما قرر المجلس الموافقة على إقامة مجمع للحرف والصناعات التقليدية في الخليل على مساحة 5000 متر مربع بتكلفة تقديرية بمبلغ $2 مليون ليحتضن صناعة الزجاج والخزف والفخار ودباغة الجلود والنسيج وغيرها من الحرف والصناعات التقليدية التي تزخر الخليل بها منذ مئات السنين. وفي جانب آخر، أدان مجلس الوزراء الإجراءات الإسرائيلية وحملة الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس، وكان ذلك بالتزامن مع الأعياد اليهودية. كما استنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين وفتحه أمام المستوطنين فقط طيلة 6 أيام، واستمرار منع الآذان في العديد من الأوقات خاصة آذان المغرب بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لإجراءات التفتيش العنصرية قبل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي. من جهة ثانية، ثمن مجلس الوزراء عاليا قرار مجلس الوزراء السعودي باستمرار إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الجمارك، معربا عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى رأسها جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في دعم صمود شعبنا ووقوف المملكة الدائم والمتواصل إلى جانب شعبنا وقضيتنا. لبرنامج محليات، سماح أبو سمرة.